بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة. نبداو الكلام ديالنا ونقولوا الله يرحم دوك الناس المغاربة اللي مساكن لقاو الحتف ديالهم في الفيضانات اللي وقعت في الجنوب، والله يرحم دوك الناس اللي قبل منهم اللي ماتوا في الزنزال. بغيت اليوم قبل ما نبدا الحلقة نذكركم بواحد الناس. أنا هاد الأيام كما أخبار البعض منكم مشيت شاركت في واحد الفيلم سميتو جاك بوت ديال واحد المخرج رشيد، مخرج شاب مغربي. فيلم عنده تحكي واحد القصة اللي هي مهمة واللي غتشوفوها، نخليها كمفاجأة حتى تشوفها في الفيلم إن شاء الله. فيلم لو ميتراج فيه ممثلين معروفين الحمد لله. كاين طارق البخاري، كاين رفيق بوبكر، كاين نجاة الوفي، وكاين ممثلين اخرين تنحييهم من هذا المنبر هذا اللي هما ولاو صحابي الحمد لله، واللي دخلت معاهم لعالم السينما واللي انا باقي فيه ماشي كممثل كامل، ولكن باقي جو تاتون ادغوات غوش، باقي ندير شدوا لي يدي باش يوقفوني. وانا قررت باش نشارك في اعمال سينمائيه، ولكن شي افلام اللي تكون نحس بها ما تجيبش لي العار او تجيب لي الدل او نمس بشي حاجه ولا كذا ولا كذا. تكون افلام لا بغينا نقولوا مفيده. في هذا الفيلم ديال جاك بوت تدور قصه حول واحد العصابه وكذا وكذا، وفي الفيلم كاين تدخل عسكري عسكر ديال الحدود. ان دوك المجرمين بغاو يهربوا وشديناهم في الحدود والدوله استعنت بالقوات المسلحه الملكيه، او ان المخرج او المنتج استعن بالقوات المسلحه الملكيه. وسيدنا الله ينصر، راكم تتعرفوه تيشجع الفن والفنانه والمسرح والسينما وتدفع بهم الامام. واستطاع هذاك المخرج باش يحصل على البسه ديال الجيش واسلحه ديال الجيش، وكان داك الشيء مقنن، وكان داك الشيء تحت حراسه مشدده، وكان داك الشيء كما هو مطلوب. وشفت انا ودرنا داك واحد مقاطع من داك الفيلم درناها في الصحراء، وشفت السيارات العسكريه اللي خدمنا بهم داك الفيلم كيفاش دايرين من الداخل، وشفت ليكوبتر ديك النوع بال كيفاش دايره من الداخل، وشفت داك اللبس اللي تيلبسوا العسكر ديالنا، الجنود ديالنا المرابطين في الصحراء، وداك الصباط داك البرود كان واخا انا لبستو لما دوزت العسكر ثاني ديك 18 شهر ديال العسكر، ولكن ما دوزتهاش في الصحراء باش نعرف الصحراء والجيش في الصحراء. وشفت داك الماتيريال، وشفت داك الرمل، وشفت داك اللباس الثقيل، وشفت داك السلاح الثقيل. وانا تنقول اقسم بالله العظيم الا ما خصنا حنا المغاربه كنا نكونوا واحد الاحترام كبير للجنود ديالنا المرابطين في الصحراء. خصنا دوك الناس نقدروهم، خصنا دوك الناس نحترموهم، خصنا دوك الناس نحييهم لانهم تكتري غاديين في الشارع. جميع الجنود ديالنا راه والله العظيم دوك الناس تيخدموا، راه والله العظيم لما تيخدموا في واحد البلاصه راه ما تعرفوش شنو هي الراحه، لا في لبسهم، لا في المركوب ديالهم، لا في العمل ديالهم، لا في داك الطقس، لا في دوك الرمال، لا في ديك السخونيه. والله العظيم خصنا نحييهم ونحييهم ونطلبوا من الله يعاونهم ونحترموهم. وهنا تنقول خاص المسؤولين مرة يرميو عينيهم من دوك الناس، ومرة يفرحوهم بزيادة، يفرحوهم بمعاملة، يفرحوهم بمعدات، يفرحوهم يعطيهم. راه واحد الناس راهم الفخر ديال البلاد وراهم الشرف ديال البلاد. راه والله العظيم حارسيننا دوك الناس هما في التمارة، حارسيننا هما في الصهد كما قلت لكم وفي السحاري، وحارسين بلادهم اللي هي المغرب. خصنا نكونوا لهم الاحترام. راه بعض الناس ينساوهم او تيتناساوهم، ما خصنا لا ننساوهم لا نتناساوهم. وديما لما نشكروا الشرطه ولما نشكروا الدرك والقوه المساعده، خصنا نذكروا الامن، خصنا نذكروا القوات المسلحه الملكيه، خصنا نذكروا القوات المسلحه الملكيه الرجال واش من رجال. والله الا عاشت واحد المجموعه في هذا الفيلم هذا اللي هما عسكر كانوا معنا، كانوا لي زاسيستون رادين بالهم من الماتيريال وتيوريونا بعض الحوايج، وتنشوف دوك الناس دوك الرجوله ديالهم، دوك الناس دوك الريافه ودوك الشلوح ديال خنيفره، ودوك الناس سواسه، ودوك الناس عروبيه اللي هما حقانيين. وتنشوف دوك الرجال كيفاش دايرين وضاحكين وواقفين وكاينين تما ومشمرين. قلت لهم فين تتخدموا؟ قال لي هنا. فين تتعسوا؟ هنا في هذا السحاري.
وناس واقفين اصاحبي، وحق الله العظيم تنحيي الجيش الملكي وتنحيي الجيش الملكي مره اخرى، والله ينصر سيدنا، وتنحيي المرابطين في الصحراء من الجيش الملكي، وتنقول لهم راه كاين بزاف المغاربه، بزاف بزاف بزاف، واحد 70% ديال المغاربه راهم تيفكروا فيكم وراه تيعرفوكم نتوما اللي حامينا، وعقلنا راه معاكم وتندعوا معاكم وتندعوا معاكم. وعاش الملك وعاشت القوات المسلحه الملكيه. الحلقه ديالنا اليوم، الحلقه ديالنا حلقتان. حلقه ديال واحد الجريمه تعرضت عليا، وخديت المسطره المتعلقه بها وقريتها، وقريت المحاضر ديالها، وسولت ادروات غوش وعرفتها كلها وغنقولها لكم. وحلقه اخرى عشتها، وبغيت نفضل نقول لكم هذه اللي عشتها، انا عشتها، لان الجريمه المتعلقه بالاولى والثانيه جريمتان متقاربتان. ردوا بالكم معايا وتصنتوا ليا وشوفوا هاد الجريمات بجوج، والله يعطيكم الصحه. انا ماشي تنقول لكم ديروا لي كومونتير بس زعما هادي كومونتير غيطلعوني وكذا كذا، ديروا لي كومونتير. لقيت بزاف الهضره ديالكم في لي كومونتير مهمه، وحق الله العظيم تنشكر بعض الناس يكتبوا لي كومونتير وتلقاهم مهم من ديك الكومونتير، تينفعوني في العمل ديالي وتينبهوني وتيفيقوني وتيقعدوني وتيردوني للطريق الى شويه خرجت هاك ولا هاك. ديروا لي كومونتير. المهم كنت خدام، وكنت ديك الساعه فروق التجول السيمي راكم تتعرفوه، اللي كان قديم، دابا راه باقيين بعض الاخوان فيه، ولكن فروق التدخل المتجوله ولا بلاصه شرطه القرب وكذا، ولات وقعت تغييرات. كانت فروق التدخل المتجوله معروفه، كانت الاولى والثانيه والثالثه، كل وحده مسميه بالرقم ديالها، سيمي 1 سيمي 2 سيمي 3 سيمي 4 سيمي 7 سيمي 10 حتى سيمي 10 بيس. اي كانوا 10 فروق في المغرب ديال فروق التدخل المتجوله. وهذوك الناس اللي فروق التدخل المتجوله اللي هما مساكن الان الروتريتي، واللي هما مساكن عند الله سبحانه وتعالى، راهم توفاو، عطاو المغرب ووقفوا الامن في المغرب. وكانوا منهم ناس كبار في الدوله اللي خدموا المديريه العامه، الاداره العامه للامن الوطني في ذاك الوقت، والمديريه العامه للامن الوطني، واللي خدموا وزاره الداخليه، او اي اللي حطوا الركائز ديال الامن في البلاد. كنت خدام، وكنت ديك الساعه مع واحد الفرقه، حنا شي 25 واحد كانوا عزلونا، وكانوا بغاو يصاوبوا واحد لا بريغاد انتي كوموندو، فرقه ضد العصابات، وكانوا دارونا المهمه ديالنا الوحيده هي الرياضه. كنا تنديرو غير الجيدو في لاسيمي 1، اللي تعرف لاسيمي 1 في الرباط، اللي كان معنا السي الشرتي، اللي دابا ما قلت السي الشرتي راه تعرفوا بزاف الرباطيين، تعرفوا الناس ديال اللي كانوا تيديروا الجيدو، لا بوليس ولا غير بوليس، تعرفوا الجامعه الوطنيه للجيدو، تعرفوا السي الشرتي الله يرحمه راه توفى، كان واحد الراجل كبير، وعلى يدو خرجوا بزاف ديال لي جيدوكا في المغرب، طلعوا بزاف ديال الناس ديال الجيدو، وكنا هو اللي مكلف بينا تنديروا الجيدو وتنديروا لي زار مارسيو، تنديروا دوك، كنا تيعلمنا فنون القتال. هذه هي المهمه ديالنا لمده عامين كنا تما، ومن بعد كملنا عامين طلقونا في المغرب، كل واحد مشى للمدينه. كنت انا مشيت ديك الساعه لتطوان باش يعلم الجيدو، يدرب الجيدو للبوليس الاخرين اللي بدوك المدن، شي مشى لكازا، شي مشى للرباط، كل واحد فين مشى. انا مشيت لتطوان سيميناف، فروق التدخل المتجول رقم 9 مع السي الخباز الله يرحمه، كوموندون الخباز. هادو الناس اللي كانوا قلال بكري وكانوا معروفين، هاد الناس هادو اليوم كثروا بزاف ديال المسؤولين على ما بقاو شي بعد الناس معروفين. المهم كانت حدايا واحد الجاره، هذيك الجاره كنت ساكن، وانا كنت ساكن بوحدي، وانا كنت عزري. وكانت واحد الجاره عندها واحد الراجل تيصوب الصناعه التقليديه، راجل وطني مغربي قح كما تيقولوا. الناس ديال الصناعه التقليديه راكم تعرفوهم، تعرفوا كلامهم، الحوارات ديالهم، التقشاب ديالهم وكذا وكذا. راه اللي ما عرفش هاد الناس وبغى يشوف هاد الناس غيشوفهم، راه كاينين في طنجه، كاينين في فاس، كاينين في مكناس، كاين في المدن العتيقه. الناس ديال الصناعه التقليديه حديثهم وكلامهم وضحكهم وكذا وكذا، اللي للاسف بدا تيندثر هذا الشيء بشويه بشويه. كان هذا الراجل عندها قلنا كما قلنا في الصناعه التقليديه، وكانت المراه مقابله الدار ديالها، ولكن كانت هي عندها واحد الخدمه تدير بعض المرات قدام الباب ديالها،
دير الطرز، تطرز دوك المنادل ديال الطابله، لي سيرفيات دوك اللي تيديروا ديال الطابله، وتطرز دوك لي ناب، تطرزهم داك الطرز البلدي المعروف. تجلس تما تحت واحد الشجره عندها في بابها قدام الباب، دار قديمه. كنا ديك الساعه في باريو، وكان ديك الساعه ساكن في ديك الحومه تما، وكان ديك السيده قدام الباب ديالها، دار قديمه بابها مقوس قديم، وكان قدامها واحد الشجره ديال الليمون ديال الحمض، وحدها واحد الشجره ديال واحد العنبه، وديك العنبه مضله شويه هكا على الباب. وكانت مرة تجي تحتها تبقى تطرز. ديما كنت ندوز تنسلم عليها صباح الخير، تندوز مسا الخير، صباح الخير، مسا الخير. كانوا عنده داك السيد عنده 3 د البنيات، 2 تيقراو وحده صغيره في الدار. تنعرفهم تنسلم عليهم وتندوز ديك الساعه. ديك الساعه كنت تندوز بديك الكسوه ديال السيرفيت ديال الرياضه، بعض المرات تندوز بالكسوه ديال البوليس اللي كنت تلبسو ديك التري ديال السيمي تندوز. المهم كان ديك الساعه كما قلنا كانوا البوليس شويه قلال، وكان البوليسي من تيدوز في واحد الحي ما تيدوش، ما كاينش بزاف، وكان شويه تيكنوا ليه الناس الاحترام اكثر من دابا، تيحترمونا الناس اكثر من دابا، كانت عندنا واحد القيمه اكثر. وراكم تتقولوها انتم تلقاوني في الطريق تيقول للناس وبكري كانت عندكم قيمه وكانت كذا، كانوا الناس عاطينا واحد القيمه اكثر للبوليسي في ذاك الوقت. وذاك الوقت كانوا تيحترمونا الناس بزاف، تيقولوا لنا كان عندنا تمشيو بالكسوه تحسوا بواحد الشرف، تحسوا حاملين على كتافنا ومفتخرين بها. وكان ديك الساعه داك السيد بعض المرات داك الراجل تندوز عنده الحانوت او تندوز الحانوت وتعيط عليه اجا با خراز، اجا ولدي خراز لان كنت باقي جن، وتنجيو تنشرب مع اتاي، داك اتاي تيصابوا تما في الحانوت. وبعض المرات مرتو تنكونوا جالسين تنجي مع الربعه تجيب شي حليوات ولا شي حاجه بلدين مصوباهم، كنا تناكلهم تما، بقى يعاود لي ونعاود ليه. مره تجي بنته ديك اللي تتقرا في الثانوي، مره تجي بنته الصغيره لان عنده غير بنيات. وكانوا هاد البنيات هو تطوانيين في الاصل، والاب تطواني، وحنا اذا غنقولها يمكن غتجيكم ابتسامه، لا احد ينكر جمال التطوانيات، النساء التطوانيات حتى الرجال، حنا نهضروا على النساء التطوانيات. الجمال ديال المراه التطوانيه كان ينازع، كانت بحال تتحار التطوانيه مع الفاسيه مع الصفريويه. الناس يقولوا الزين الشمالي هو الزين التطواني، انت لا الزين الشمالي هو الزين الفاسي، لا الزين هو الزين الصفريوي، لا الزين. كان في المغرب مدن معروفه بالجمال، من الجمال المراه. وكان هذا الراجل هذا عنده دوك البنيات زوينه ب3 زوينه تصل عندي. كان هذاك الراجل عنده شي مشاكل تيعاودهم ليا مره بعد المرات تيقول يلاه ما عندهم وين ينضوا، تقطع الباب، مشيت عندهم ما جاوش عندي، تيمشيو تيحترموا عليهم وين ينضوا، تيجيو يصابوا ليه. سي خراس يطلب لي بعض الحويجات، شي مساعدات ماشي ماديه ولكن مساعدات اداريه. بعض المرات بغيت نصاوب البنت واحد العقد الزياد تمشي انا وياه، بغيت نصاوب المراه لاكارت تمشي انا وياه، كانوا كعلاقه وصداقه بيناتنا. كان بعض المرات هو تعطيني شي حاجه هكا هاد الصنطه، شوف هادي راه تجيك مزيانه هاد الصنطه، تعطيني شي صنطه ولا شي حاجه ديال الصناعه التقليديه. اولا شافني شي حاجه تنشوف فيها مثلا بحال هكا شي حاجه صوبها تيقول لي زوينه هذيك، تنقول زوينه هذه صوبتها، تقول لي خذها. كانت العلاقه بيناتنا. وكان مسكين تيعاود لي اسرار وعاود لي حياته والتاريخ ديالو. حتى لواحد النهار ما عمر داك الراجل دق عليا لداري، ما عمر مراتو دقت عليا، ولكن داك النهار جا دق عليا. تفاجأت لما خرجت عنده، قال لي ودي راه المراه عندي بغات تهضر معاك. قلت ليه ايه. مشيت، قال لي يلاه معايا. مشيت دخلت لدارو، كانت اول مره دخلت لدارو. دار بلديه بحال الرياض، ولكن الرياض صغير، دوك القواص وداك الجليج وداك الشيء، دوك الدور ديال تطوان القدام وديال طنجه القدام. ودخلت عنده ولقيت مراتو في واحد الحاله ما عجباتنيش. هو يقول لي ها انت لاله عاودي ليه، يلا عاودي ليه انا غنصاوب لكم اتاي. قلت له انا ودي غير جلس دابا، الحاله هذه ماشي ديال اتاي. قال لي لا اسكت نصاوب لك اتاي. مشى هو يصاوب. قالت لي شوف انت راك بحال ولدي وبحال خويا وانت جارنا وعندنا فيك واحد الثقه، وعندنا راه بغيت نعاودك شي حاجه انا مزوقه فيك، بغيت نعاودك شي حاجه وكذا كذا. قلت لها ايه شنو كاين؟ وانا قبل ما داك اللقاء كنت كونجي، قبل داك اللقاء كنت خرجت كونجي.
شهر ودخلت يلا شي يومين هو جا عندي، قالت لي السي خلاص قلبنا عليك، قال لي انت كونجي وتسناك تا جيتي. قلت لها هيك والو بس. وهي تعيط على بنتها الكبيره، قالت لها اجي. وديك البنت كانت ذاك العام غدوز الباك، ذاك العام غدوز، وهي تجي ديك البنت عندها، وديك البنت مضروبه في عينيها، عندها شي ضربه في نيفها. البنت مضروبه هنا في هذا. شكون غي يعني في هاد شكون اللي غيضرب هاد البنت هاد الضرب هذا؟ شكون اللي غيضربها؟ بوها نعرفو ما يضربهاش داك الضرب، ما ضربهاش. شكون اللي ضربها هاد الضرب؟ قلت لها مالها شنو وقع لها؟ قالت لي عاودي ليه، يلا عاودي ليه. بقات البنت ساكته. قالت لك عاودي ليه مالك؟ وهي تعاود ليا. قالت لي لا، وهي تقول لها قولي ليه. وهي تقول لك المراه قالت لها السي خراس راه يومين البنت غابره عاد جات. اويلي يومين وهي غابره، بنتي راه عاد جات يومين. وديك اليومين اش درتو؟ قلبتو عليها؟ لا، كنا تنتسناوك تجي. شنو تتسناوني وانا كنت كونجي؟ فوقاش غبرت هاد البنت؟ قالت لي بحال نقولوا الاربعاء والخميس اللي فاتوا وانا جيت نقولوا السبت. قلت لها تتسناوني انايا من نهار خديت كونجي؟ قالت لي لا، راه هاد وقع لي هاد الواقع، راه غير الاربعاء والخميس، دابا انت جيتي اليوم السبت تنتسناوك تجي، حيت قلنا غتدخل الخدمه، سولنا عليك قالك راه غتدخل، علاش جينا عندك؟ قلت لها شنو؟ قالت لي كنت دايزه. قلت لي وحدين وقفوا عليا بالطوموبيل، واحد هز واحد الورقه في يدو وقال لي اجي نسولك اختي على واحد العنوان. انا وقفت، واحد نزل من الطوموبيل من اللور هزوني دخلوني الطوموبيل اللور، زيدي وداوني سادي ليه فمي، وداوني لواحد الدار خارجه طريق. قلت لي في طريق الرباط، تطوان طريق الرباط اللي خارجه على الجبل ديال هذا في الخلا. واش داروك تما؟ خلوني مع واحد السيد تما. واش دارك هاد السيد؟ ضربني وهكا وتكرس عليا وبقى ساد عليا يومين، والبارح طلقني، جابني تا قربني هنايا وطلقني من الطوموبيل ونزلت وجيت للدار. جيتي في النهار ولا في الليل؟ قالت لي مبلاتي اللي جات طاح الليل. مشيت عند البوليس؟ لا علاش مشيت عند البوليس؟ كنتسناوك. واش هاد القضيه كتلا فيها تسناوني؟ القضيه ما فيهاش تسناوني هادي، كنت نمشيو عند البوليس اصاحبي. شنو قال لي السي خراج جاب بوها مسكين حطاتيه، قال لي السي خراج حنا ما تعرفوش في هادشي. ويومين والبنت غايبه، ويومين السي خراج. قلت لها الله يرحم والديك سمحي لي نهضر معاك. قالت لي قلت لها جلسي لي في المرح خليني نهضر مع البنت بوحدها، انا ما تسطتش ليا القضيه ديال البنت، ضربوني طلعوني داوني يومين، انا جابوني حطوني، خليني نهضر مع البنت بوحدها. قالت لي واخا. قالت البنت شوفي الله يرضي عليك، شوف قول لي الصراحه فيك انت وشكون اللي ضربك؟ قولي لي فيك انت وشكون اللي ضربك؟ عاودي لي غير قول لي الحقيقه. قالت لي دازوني بالطوموبيل اللي قلت لك، شحال من واحد؟ 3. فين داوني عند واحد وخلاوني تما وشدني تكرفس عليا. بحالاش تكرفس عليك؟ شنو تكرفس عليك؟ عاودي لنا شنو تكرفس عليك. المهم تكرفس عليا وصافي. ندوك عند الطبيب؟ لا بلا ما تدوني عند الطبيب. علاش ما ندوكش عند الطبيب؟ الطبيب يشوفك. علاش غدوني عند الطبيب؟ ندوك عند الطبيب نشوف هذا عنده شهاده طبيه. واش عرفتي هاد السيد فين كاين؟ قالت لي انا ما نعقلش حيت كانوا سادين لي عينيا. عقلتي على دوك الناس؟ لا ما نعقلش. عقلت على الطوموبيل الزرقاء. شمن نوع الطوموبيل؟ ما عرفتش من نوع، ما تعرفش انا في الطوموبيلات. صافي دير حتى حاجه، صافي دير ما عطيتينا حتى معلومات. شنو غنديرو؟ نوقفو نسكتو نقولوا الله يلقيها لهم، ولا عاودو تلقاو ليك، ولا عاودو تلقاو البنت اخرى وداو قتلوها كاع. يلا وتشدو وقول لهم البنات اللي تكرسوا عليهم قول فلانه ويجيو عندك، وانت يلا غدوزي الباك، وانت شوف حالتك كي دايره منمده مضروبه. شنو تقول لي انت هاد الهضره هادي؟ شنو تقول هاد الهضره هادي؟ خلينا من الله يحبك المعقول. صافي لا سيري في داك البيت، سيري الله يحبك. عيطت على با امك اش غديروا الشريف الله يرحم والديك. هادشي دخلني فيه انا شويه ديال التخربيق. البنت معاقله. البنت خصنا نديرو شهاده طبيه، والبنت خصنا نديوها عند البوليس. صافي قال لي ولي بان لك نديوها السي خلاص. نديوها. كانت عندي هنيك الساعه واحد السيم كميل تعقلوا السيم كميل. كنت
تيقول لك الرالي زعما دير له واحد الرويض شويه غلاظ. الشباب انا ديك الساعه ديال الطوموبيل وعندي كريدي ديال التلفزيون، ديال الطوموبيل وانا تنتخلص ما عرفت تخلص ما قاد لي حتى ليسانس ديال ديك الطوموبيل، كانت ليسانس ديك السيمكا كلي ما كانش تيخلصونا مزيان. وشنو كتبوا لي السبور يا الله قاس لا صار. المهم عندي انا واحد صاحبي تنعرفو في السلطه القضائيه، محسن الله يطول عمره، راه باقي في الحياه، واخا تنتصل بيه بعض المرات تيقول لي راني عيان بغيت نشد لا روطريت حتى هو. كان داك الوقت صاحبي عارف انا وياه، وكان تيجي عندنا لاصال، واخا هو كان في لابيجي تيجي نخليهم يدخل لاصال ديال السيمي تيتريني معنا وداك الشيء. مشيت عنده تلقى عنده الساعه ما كانش لي بورطابل داك الشيء، مشيت عنده قلت له السي محسن لاباس بخير؟ قلت له اخو واحد البنت اش كاين اش كاين اش كاين؟ قال لي هي فينا؟ قلت له ما عندي في الطوموبيل. قال دخلهم، دخلته كان هو انسبكتور. انا ديك الساعه ما كنتش تعرف ما بين مفتيش والضابط والصفه الضبطيه وكذا، لان حنا كنا ديك الساعه في التوني ما كناش في لابيجي. دخلت عنده بقى تيسولها قال لي السي خراز ديو البنت ديال شهاده طبيه وجيبها لعندي. دينا البنت، بقيت غادي انا مشيت للمستشفى العمومي، ولكن بغيت طبيبه، انا بغيت طبيبه. وخا لقينا واحد الطبيب قال لك اش عندكم كذا كذا، قلت له نعم واش ما كاينش شي طبيبه؟ قال لي لا الطبيبه غتجي حتى الربعه، تشد عليا في ليزيرجونس. قلت له واخا حتى الربعه، انا اللي خدام تنخطط لديك البنت. مشينا قلت له حتى الربعه ونديو عند الطبيبه. مع الربعه ديتها رجع لنا البنت ودينا عند الطبيبه. قلت ديك الطبيبه الله يرحمها ديك اختي انا غنعاود لك، قلت انا ويا هذيك الطبيبه. قلت لها اختي، لان ديك الساعه كان شويه الاحترام مشيت بالكسوه ديالي وكذا، قلت لها اختي الله يرحم والديك هاد البنت هاد قصه كيما عاودت لكم. قلت لها دابا هاد البنت حنا بغيت جوج حوايج نعرف، هاد الضرب راه باين الضرب اللي فيها، وغتعريها باش تشوفي شي ضرب اخر ربما فيها، انا ما شفت شي، وغدير شهاده طبيه على الضرب كامل الله يكثر خيرك، ولكن بغينا نعرفوها هذا اللي داها وتكرفس عليها وكذا وكذا وكذا، واش البنت عازبه؟ هذه الحوايج الاساسيه خصنا نعرفوا، هل هي عازبه او ان المعني بامر افتض بكرتها. قالت لي صافي كون هاني. شكون اللي جا معاها؟ قلت لها امها. قالت لي قول لامها تدخل. قلت لها انا نقص برا. قلت لامها دخلي، قلت لامها دخلي وسدي فمك خلي الطبيبه تخدم. دخلت ديك الطبيبه بقينا جالسين انا وباها، باها مسكين غير جالس ساكت، وكان الراجل ساكت حتى هو، كان الراجل ساكت. الناس ديال الصناعه التقليديه ما فيهمش هضره بزاف الا قلال، ما فيهمش هضره بزاف، ان الناس ديال الصناعه التقليديه تيكونوا يخدموا عندهم واحد العالم بوحدو. الا تيخدم النحاس تيخدم في عالم كاع ما يهمو اللي دايز واللي غادي، تيخدموا النحاس وعايش بوحدو، اللي تيخدم شي حاجه عقادي بوحدو، اللي تيخدم هادو هما الناس الصناعه التقليديه. تا هو كان راجل ساكت ساكت، ما عنده اصدقاء، ما عنده هادي ما عنده هادي الا اللي قراب ليه في الحرفه. كان حدايا في داك الدار السبيطار ساكت ساكت، ما عندي ما نقول ليه. انا لاحظت ما عندي ما نقولش، نقول ليه واش بنتك واش بنتك واش بنتك، ما خنزيد عليه، هو مسكين ساكت، هاز ضربته في قلبه ساكت. واحد الوقت عيطت لي الطبيبه قالت لي الشريف اجي الله يعطيك الصحه، اجي عندها مكتب الفحص هنا وعندها واحد اللي بيرو ليه. قالت لها صافي خرجوا تسناو قدام الباب. قالت لي اش تجيك هاد السيده؟ قلت لها ودي اش تجيني اش تجيني اش تجيني، فين ديتها فين ديتها؟ قالت لي البنت لست ماشي بنت. اذا هادو اغتصبوها وكذا. قالت لي لا هادشي عندها شويه قديم. اش نقول لها؟ نقول لها ما يمكنش. لا ويلي واش متاكده؟ قالت لي داك الشيء عندها قديم شويه. قلت لها راه سولتها، قالت لي راه سولتها وقالت لي هادي شي 6 شهور دابا. مشكله هادي. قالت لي واش بغيتو شهاده طبيه؟ قلت لها عطينا شهاده طبيه، عطينا شهاده طبيه. ها اللي عطيتي فيها دابا غير اللي درتيه ولا عطيتي لينا وصافي. عطاتنا شهاده طبيه فيها كاع داكشي كله، خلصها الوالد ديالها وخرجنا بحالنا ومشينا لدارهم. بقيت تنشوفو امها سمعت الطبيبه اش قالت. امها التزمت واحد الصمت كبير، مسكينه ساقره ساكته، وباها مسكينه تيدور في عينيه بعينيه بغى ياخذ منا شي جواب منا، تيقول لامها واش درتو دابا؟ شنو قالت الطبيبه؟ شنو درتو دابا؟ سي خلاص كنت تنقولها مضروبه، لقات عندها ضرب هنا وهنا وهنا وفي خدها وكذا. ايوا دابا شنو غديروا دابا؟
وتيدور لما والطبيبه قالت لك دابا شنو البنت واش دغيا مضروبه وصافي، تتقول ليه دابا خلينا الساعه قادر مكلف. ما قدينا نقولوا ليه والو، ما قدرناش نصرحوا ليه، مو عارفه وانا عارف، حنا ساكتين صافي. ايوا انا هضرت مع ما قلت لها شوف واش دابا نوضوا نتهزموا، قالت لي يا الساعه قادرش بنتي تضيع في هذا الضرب، هذا الشيء اللي وقع ليها. صافي تنهضر، وليت نهضر انا وما بالمعنى، باش بوها ما قديش نخرج بوها نقول لها اش عند بنتك ربما ديك الساعه صافي يولي فيه شي هذا ونوض يضربها ولا يقتلها ولا شي حاجه. انا عيطت على البنت قلت لها خلينا الله يرحم باك دابا انا نخدم شي شويه تاع بوليسيت، واخا ما كنتش ديك الساعه بحال من بعد مثلا في الشرطه القضائيه وفي البحث وكذا وكذا وعارفين اش كنا شويه واخدين مهنه وصافي. بوليسي ديال الكسوه كيما بغا نقولوا. جلست البنت قدامي قلت لها عاودي ليا قولي لي كل شيء، قولي هادشي اللي غنقولوا للبوليس، واش غتمشي حتى لا بي جي، ولكن تعرفي لا بي جي في ذاك الوقت تعرفي شنو هي لا بي جي ولا راه يخرجوا منك كل شيء. ما كاين ما تقولي، قولي انا باش نعرف كي نهضر معاهم وامك تسيق الاخبار، وخلينا حتى من بعد عاد نهضروا مع باك انا ما نهضروش معاه دابا، انا ما نقولوا باك والو، غير هضري ليا. في ذاك الوقت حنا تنهضروا باها مرة تيمشي لذاك البيت، مرة تيمشي للكوزينه، مرة يحط لي كويزاتاي، مرة كذا. قال لي السي خراز، قلت له نعم. حس مسكين، حس بانه تنقولوا شي حاجه في غيبته. قال لي انا في المحل الله يعطيك الصحه راه عندي شي معاناه ديال الناس وشي حوايج نعطيهم ماليهم. قلت له انا غنوصل عليك هو يمشي. بقيت جالس انا والام وديك البنت وجوج بنيات جالسين لهيه. كان واحد البيت بلدي، تعرف الصاله البلديه القديمه تيكون البيت طويل ولكن ما عرفت شيء صافي. دير كانت طابله صافي، واحد من هنا سدار من هنا. راه كاين دابا في المدن التقليديه والمدن العتيقه جلستي في الصاله تتكون صافي طابله، رجلك هنا ورجلك هنا، لان البيت طويل ولكن تيكون كانوا بنيات منحازين لهيه. تيشوف شي كتيبات ديالهم. انا بقيت نهضر مع البنت وهي تقول لي ولا هذوك يخرجوا. قلت لي شكون؟ قالت لي خواتاتي. نوض دابا سير البيت الاخر. قلت لهم سير البيت الاخر، سير معاهم البيت الاخر. نات ما بغيت ما يجيو للبيت، وانا نقول لها بقاي معاهم في البيت، الله يعطيك الصحه. بغيت نخوي لك البنت المجال باش تقول شنو تقول. شنو قالت لي هاد البنت هادي؟ شنو عاودت لي هاد البنت هادي؟ هاد البنت قالت لي واحد البنت كانت تقرا معانا وكانت صاحبتي، وباها شويه لاباس عليهم، ولما وصلنا باش غادي خدات الباك ذاك العام. هي قالت لي وانا باقي ما خديتش الباك، وبا حيدها من خدات الباك صافي دخلها للمدرسه الاسبانيه، شي مدرسه تما اسبانيا، وكانت في تطوان شي مدرسه، دخلت مدرسه اسبانيه باش دير اللغه الاسبانيه وكذا وكذا وكذا. ولكن بقات معايا علاقه بها ديما. واحد النهار بقات تجي عندي شي ايام، بقات تجي عندي هي واحد بنت عندها طوموبيل. قالت لي هذه راه صاحبتي، راه تعرفت معها، راه معنا في المدرسه الاسبانيه وكذا. وديك البنت كبيره شويه في العمر، كبر منا، ولكن واش تسوق طوموبيل. اذا لاحظوا معايا، بنت قدها في العمر شدت الباك مشات للمدرسه الاسبانيه وبقات معها لان قريبه لها في الحومه، بقات معها في اتصال. جابت لها واحد البنت تسوق سياره في ذاك الوقت في بدايه الثمانينات. بنت تسوق طوموبيل ما كانوش بزاف. جات بقات تجيبها معاها، لا تكون تعرفنا وتمشي، وهذيك البنت تدينا الباتيسري، هذيك البنت عندها فلوس تخلص علينا وكذا. وقالت لي هذه راه صاحبتي وراه تقرا معايا وهذه. قالت لك واحد النهار جات وقالت لي يا ودي نمشيو لمارتين لدارنا. ديك البنت مولا الطوموبيل قالت لها التحيه ديالنا، قالت تمشي معنا لمارتين. داروا واحد الوقت، البنت سرقت ذاك الوقت، كان عندها فارغ بلا خبر امها تيقى فيها، ومشات لمارتين. قالت لي عندهم فيلا في مارتين، ودخلت الفيلا في مارتين. قالت لك لقيت امها تما جالسه، ولقيت واحد البنت قالت لي هذه راه عمتي بات اخت با، وجلسنا كنا بقينا جالسين. ودخل واحد الولد، قالت لي واحد الولد كبير قدك هكا، قدك عليا انا، قدي في ذاك الوقت، قدي في 82 81. اذا كنت انا باقي ولكن راه موظف راجل، كاين شاب الا بغينا نقولوا. قالت لي قدك. دخل وبقينا تنهضروا تنضحكوا. هذيك المراه قالت لها هذا راه ولدي،
وراه ولدي في اسبانيا وخدام في اسبانيا وداير البيع والشراء في اسبانيا، هذا ولدي زعما بنيتي شفناك عجبتينا والله بغاوك والديك والله تنزوجوك ليه. البنت هذه قالت لهم لا انا بغيت مازال نقرا. قالت لها تقراي في اسبانيا وتدخلي ندخلك المدرسه انا اسبانيا مع صاحبتك وهذا. قالت لي وشكون اللي ديك الساعه ما كانش تيتمنى يقرا في ديك المدرسه ويمشي لاسبانيا؟ قالت لي راه كلشي. قالت لها واخا وانا غنشوف دابا نشوف مع امي، ولكن انا باقا صغير مبغوش يجوجوني والديا. قالت لها شتي اش غديري؟ ما تقولي لوالديك حتى حاجه، ها انت معنا وبقاي صاحبتنا وبقاي تجي عندنا، الا كتب شي حاجه غيكتبها الله، ما كتبهاش، ولكن ما تقول لوالديك حتى حاجه باش ما تبرزطيهمش ونذو منعوك ما تبقايش تمشي مع صاحبتك وما تمشيش مع بنتي وتعرفي الوالدين. وقالت لك بقاو تيهضروا معاها في هذه القضيه هذه وتيهضروا معاها. قالت لك انا مشيت نهضروا معاها في القضيه، انا قلت صافي راه هاد الناس راه مزيانين وكذا، ما بغيت نقول لامي والو، ما بغات تقول لها والو على ديك الهضره اللي تقالت في ديك الدار مع ديك الام اللي ديزون مع ديك السيده بنتها اللي عندها السياره ومع ديك عمتها اللي استطاعوا يهضروا معاها بهذه الهضره وقنعوها، واستطاعوا هي بنت ما عارفه باقا ما عرفاش الدنيا اش فيها، باقا ما عارفه لا خديعه ولا خيانه ولا غدر ولا فساد ولا كذا، يقنعوها ويدخلوا لها راسها بان هذاك الولد قد يتزوجها هو ولد بعد تعرف ذاك الولد دري وسيم وجميل وكذا، والبنت شغلات بهذا الشيء في راسها. وبقات ديك البنت صاحبتها اللي هي في المدرسه الاسبانيه مع علاقه بها كما كانت من قبل، غير هي ولات تقول لها انا راه واحد الولد خطبني من دارنا، انا راه واحد الدري غنمشي معاه لاسبان، انا راه كذا كذا. اي هذيك البنت بدات تتبين لها تقول لها انا راه خايخذني واحد الولد وانا راه غادي لاسبانيا وكما قالت في اسبانيا وكذا وكذا. صافي دير تتقول لها وحتى انت خصك تاخذي هذا اللي غيديك لاسبانيا، هذا اللي عرضنا عليك انت بدات تدخل في هذا الشيء. تتقول بعض المرات كانت تجي عندك البنت تيجي معها واحد الولد تتقول لها هذا هو الولد اللي قلت لك اللي خطبني، هذا هو خطيبي. تتسلم عليه نبداو تنهضروا، بعض المرات تمشيو في الطريق، بعض المرات توصلوني الدراسه تردوني وديما تنسلم عليه حتى هو تنعرفو ولا تنعرفو بعضياتنا. وتتقول بعض المرات تجي السيده مولا السياره بنت ديك خيتي مولا الدار تجي وتتهزها هي وديك البنت، هاد البنت صاحبة البنت وداك خطيبها تقول خطيبها وتديو معهم هادي وتديهم تمشيو حتى لمارتين تمشيو لازلا تمشيو يمكن تخطف داك الشيء ما بين مثلا 3 ل 5 الصباح مثلا 10 12 ونص ولا 12 كان في الوقت اللي عندها خطيفات تقول لهم انا المراجعه انا كذا انا كذا وتدوها معهم. من بعد قالت لك بقى تيجي داك الولد وتهضر معها، تجيبوا ديك البنت ولات السياره وتهضر معها تقول لها شوفي انا باتك جا عندي شي 2 مرات، تقول لها دابا انا عطيني غير كلمه واحده وكملي قرايتك، واش غتزوجي بيا ولا لا؟ انا عطيني غير كلمه واحده قولي واش باغي تزوجي بيا ولا لا؟ شنو ناويه تزوجي بيا ولا لا؟ تيقول لي انا غنديك لاسبان غتقراي اللغه ديالك غتكمل اللغه الاسبانيه غتشدي هذا غدير انت كيما الاخرى كيما تخطبات حتى هي غيمشي داك السيد اللي من العائله غيديها وكذا وكذا. انا بغيت منك غير كلمه باش خليني نقضي شغالاتي ومشيت لاسبانيا وقضي هذه وهذه. قلت لك واحد قالت لها صافي انا بغيت نتزوج بك صافي انا المهم انا خص دارنا يسيقوا الخبار. تقول لها ما تقولش دارك من دابا حتى نوجد راسي ما تقول لامك حتى شي حاجه. بقات ساكته حتى وصل داك خينا بها بدات يتلقى لها بالطوموبيل ديال ديك خيتي تقول الطوموبيل اللي كانت تجيب ديك البنت ولا تيهزها معاه. وفين تيهزها تيدير طريق الرباط، الطريق اللي كتكون في الاول واحد السكن خارج على تطوان ولا تدير تما. ولات هي البنت تتميل ليه بغينا نقولوا ولا تتبغيه، والبنت باقا صغيره هو كبر منها في العمر. البنت شافت حلوا ليها البيبان ديال غتكون تبقى في اسبانيا تمشي لاسبانيا ويعرف با فقير غتعاونو وغدير كذا كذا. تشوف الاخر من تيكون في شي بلاصه تيجبد هو الفلوس. هذيك صاحبتها فيما تيتلاقاو تزيد تدفع بها الامام، راه هضر مع مو راه هضر مع ايد وراه قبلات وقال لك بغا يدير عرس هنا وبغا يدير عرس لهيه. والبنت بقات مشدوده بداك الولد. صافي هنا وقعت لها ديفياسيون خرجت على الطريق. تيوقع بزاف البنات بزاف تكون في قرايتها وتكون في هذه وتكون في هذه تيجي واحد غير تيدوخها شويه مشات لهاد الجهه. تبقى تفكر كيما قلت لكم ديما تكون تفكر في القرايه وتكون استاذه وتكون طبيبه وتكون شي حاجه تتولي تفكر في العماريه وهازينها فاطمه يا الغزال ما فيك ما يتقال والغياطه. تبقى تفكر افكار اخرى تتعيش في احلام اخرى تتعيش في جنه اخرى.
وهاد البنت هادشي اللي وقع لها، تتقول استطاع بأنه يغريها، استطاع بأنه يجعلها ولات تتبغيه، استطاع بأنه ولات يدير ديك الدار، ولات يدير ديك الدار. وقع ما وقع بديك الدار، وقع ما وقع. ويكفيني نقول لكم وقع ما وقع، لأنه هناك كما تقول لكم ديما هناك قاصرين تتبعوني، هناك ناس بعائلات ديالهم جالسين تتبعوني، يكفاني نقول لكم وقع ما وقع. وقع ما وقع، ولكن ديك البنت بقات معاه، بقات تنتظر ديك الخطوبه، ولات اكثر تكتفات اكثر الموقع بها الواقع، ولات مكتفه به. واش غدير معايا؟ وشنو غدير؟ وفين هي امك؟ ولا خصني نقولها لامي؟ ولا خصني ندير هادي؟ وخصني كذا خصني كذا؟ وتتقول ما قالتهاش لامها، لان حتى امك لا ما يمكنش قلت لامها ما تكونش علمتك هذه المده كامله، هذه 6 شهور وما علمتك. قالت لي والله وليدي ما علمتني، والله ما قالت لي حاجه، والله ما قالت لي حاجه. كنت نشوف بنتي بعض المرات تجي مغيره، كانت بعض المرات بنتي ماشي هي هذيك، بعض المرات بنتي ما تبقاش جالسه، ولكن تنقول يمكن المراهقه، يمكن شي حاجه. هادشي اللي خديت انا في افكاري، وما عندي من نعاود ولدي، وانا غير بوحدي، وراجل كتعرف الرجعه في الحوينيت، وانا هنا كل واحد شاد وقرو، وانا عائلتي في البلاد، انا عائلتي في الجبل ماشي هنايا، وانا كذا وانا كذا وانا كذا. واحد النهار كما تقول هي، النهار غيكون فيه الضرب، غيكون فيه العصا. ذاك النهار دا هذاك المكان وطلب منها ما طلبه منه، فرفضت. قالت لي انا عيت من هذا الشيء، خرجتي لي على مستقبلي ودرتي لي ودرتي لي ودرتي لي وفعلتي لي، دابا والو انا غنقولها لامي وغادي نقول لعائلتي وغنقولها كذا وغنقولها كذا. حاولي سكتها، ما بغاتش تسكت، حاول يدير بها اللي بغا ما بغاتش، نوضت مع الصباط ذاك النهار وفاش ضربها. ضربها وماشي غير ضربها وسد عليها تم، قال لها هنا تبقاي، وخلاها يومين، وبين بانه ماشي داك الولد اللي كانت تعرف ما تقول جاب الشراب في الليل، وعمرو شافته شرب، عمرو ما شافته بالكارو، جاب الشراب وجاب الكارو وبقى شادها الليل كامل. هذيك الليله الاولى والليله الثانيه، الليله الثالثه قال شوف انا غنصيفطك لداركم وغتمشي لداركم، ولكن هذه السيمانه غيجيو دارنا يخطبوك صافي. قول لهم راه هزوني وحدين ضربوني تكرسوا عليا، حقا داوني لواحد الدار، داروا لي، قول بغي دوخيهم ولا ما عرفتهمش. هو اللي وراها الحكايه اللي حكيت لكم، هو اللي قال لها قولي راه هزوك وحدين الطوموبيل، قولي راه كذا وانا صافي راه عهدتك، راه هاد السيمانه نجيو يخطبوا، هاي غتجي امي وغتجي كذا وغتجي كذا وغتجي كذا. ولكن ديك السيمانه ما جاوش خطبوا، وديك السيمانه انا دخلت من الكونجي، وديك السيمانه حصلت البنت هي غايبه يومين، وجلست معها انا النهار الثالث جالس معها تما في الدار. هنا قلت لها شوفي نقول لك واحد القضيه، دابا اختاري ما بين امرين، هذه قلت لامها اختاري ما بين امرين، انا ما غنبقاش ساكت على باها ودير كومبين بيني وبينكم، انا خص باها نعلمو، انا نعلمو بطريقتي، نمشي للحانوت ونجلسو ونهضر معاه، ولا نخرج انا وياه نهضر معاه باش نحطو في السكه باش عارفه شنو كاين. ولكن تخيري انا ما نقول لكم سيروا عندك العائله طلبوها، قول له اجي خطبوا بنتنا الله يرحم والديكم، ما عرفتش تمشيو عندهم، بغيت تمشيو عندهم سيروا عندهم، ولا ولدكم اش دار لبنتنا، بغيتو دوزو للمخزن، هذيك الطريقه اللي مزيانه، لان الا مشيتو عندهم وهذا الشيء كاع وقع لبنتكم، غدا غتمشيو عند بوليس وانتم تتفاوضوا، سيروا كملوا التفاوض ديالكم، خاصة مفاوضات جايين عندنا حنا، وربما يقول لكم ما جاوتي بنتهم ما عرفتش وقع عليها وجابت تلصق في ولدنا وكذا وكذا. انا تنقول لكم اختاروا طريق المخزن، الا كان هذا السيد غيتزوج بها طريق المخزن، الا كان هذا السيد ما غيتزوجش بها كاين المخزن، اما تفاوضوا معاهم راه غيهزوكم يطلقوكم وتولوا ما هي ملونوها. قلت له واش بالك السي قال لك المخزن هذا الشيء هذاك، نبغى نهضر مع باه. قالت لي هضر مع باه، انتم عرفتوا الحقيقه ديالها. مشيت واحد عند باها وجلست معاه، قلت له ودي راه البنت عندها مشكل. قال لي شنو هو؟ بقيت تنحكي ليه بشويه بحال تنعطيه السيروم، لانه ما تبقاش تكب ليه كل شيء ينفجر. تنقول شوف دابا اللي عطا الله عطاو البنات كلهم هكا، راه ماشي غير هي، والبنت مسكينه صغيره ولعب على مخها، دابا ربما يكون غيتزوجها، نشوف ما غيتزوجها وغيتزوجها. بقيت تقول السي خلاص تفرقه ديال المخزن، صافي المخزن. انا بنتي ضاعت في قرايتها، انا تنقول لها عندك دير شي مشكله، انا نمشي لعند بنت قال لها يماك كذا تولي تنتحر ودير شي مشكله ولا دير هذا، عندك تخسر من العمليه، خلينا نعرضوا على المخزن. هنا مشيت عند صاحبي محسن، تنحيي من هذا المنبر وشوف هذه القصه هذه شحال عندها، شوف شحال من عام. وهذا محسن ربما غتجيك مفاجاه، اخي محسن في تطوان غتجيك مفاجاه، هاد الكلمه هذه وهاد الهضره هذه.
انا هذيك القصه بقات عندي مده وهي عندي. وكنت نقول لك محسن لما حيدت وجيت للرباط تنقول فين وصلت ديك البنت وفين وصلت محسن ديك البنت. المهم مشيت عنده قلت له اش كاين قال لي اخاي ديالي اجي دخل معايا عند المعلم. دخلنا هذيك الساعه نشرط لابيسي واستقبلني مزيان وسولني، كان تيهضر معايا قال لي غنبقى نجي نتري معاكم شويه تما وكذا وكذا. عاودت لي القصه ديال هذه المراه هذه وبنتها، قال لي جيبهم. جبتهم وجبنا الشهاده الطبيه عطاتنا الطبيبه. قال لي السي خرجت تسنى عافاك عند بيرو المحسن. مشيت عند بيرو المحسن، خلى البنت امها وباها جا معايا عند بيرو المحسن. هضرت مع محسن قلت لي برد هذا الراجل مسكين، راه بقى محسن تيبردو تيهضر مع داك الوقت هادشي راه عادي، راه كل نهار تيجيونا 10 البنات 12 البنات، راه بنات عائله وبنات تيثبت فيه. وانا جالس شويه عيط شاف لابيجي محسن، قال لي محسن غتصنت هاد البنت بنقطه بنقطه. قال لي قول الخراز يدخل. دخلت عنده، كاين نعم سيدي. قال لي داكشي اللي قلتي راه كاين، هاد ولد الحرام غادي نجيبوه دابا انت غيكون هاني. قال لي نعم سنيت انا الدخول ديالي وخرج وانا مكسوه، لا بقيت غير شويه بيرتير بهذا. قال لي صافي كون هاني، حنا غنصنتو البنت وغنصنتو الوالده على المتابعه وحنا غنتاخدو التدابير. البنت مشات مع البوليس ديال لابيجي كما وصلني، ومشات وراتهم الدار ديال مارتين. الغريب في الامر ان هذيك المرة الدار قالت لي انا ما عنديش ولدي، انا سميتو فلان، انا عمره ما كان عندي ولدي. قالت لها فلان اللي دخل هنا وهنا ضربتها بنكره. قالت لي ما كانش عندي ولدي، انا ما كانش عندي ولدي. استطاعوا الدراري يعرفوا بان هذيك المراه تتاجر في البشر، انها تتعرض مع بنات وتتعطيهم بنات طالبات بنات كذا وتجبدهم هي وديك بنتها. هذيك بنتها مولا الطوموبيل بنتها. اما الاخرى ديك اللي تقول لها هذه عمتو، هذيك ماشي عمتو، هذيك معاها في العصابه تيدبروا على البنات وتيجيبوهم وتتاجروا فيهم. وكاين الناس اللي لاباس عليهم اغنياء تيجيو عندهم من سبته وتيجي عندهم من هنا، كان تيدخلوا وحدين من تيطوع من الشمال تيجيبوا لهم بنات المدرسه كما تيقولوا، بنات طالبات بنات هذا بنات هذا. هذيك البنت صاحبتها اللي هي جرتها الجره الاولى اللي قالت لها انا مشيت لمدرسه اسبانيه وتنقرا ودار لي شي واحد، هذيك طاحت معاهم ضحيه ولات معاهم في العصابه. هي طاحت كضحيه، هي بنت عائله فقيره طاحت معاهم وطرا لها ما طرا لها، ولات حتى هي تتاجروا بها ولا تقابله ولا تاخذ واحد القدر ديال الفلوس تصيفطوها عند فلان وعند فلان وعند فلان وعند فلان، وهي ما بقات لا في المدرسه الاسبانيه ولا مربي ولات مع هذيك. وتقول ديك البنت انا تنقرا في المدرسه الاسبانيه وداك اللي خطبني دار المدرسه الاسبانيه، ولا حتى هي مع العصابه ولا هي تدبر مع البنات ومشات بغات تدبر. دبرت لهذيك صاحبتها مسكين اللي كانت بالدرب ومصاحبتها وكذا، ودبرت وجرات لهذيك العائله وعطاوها هذاك السيد. والبحث تعمق في هذه القضيه هذه، تعمق البحث الى ان جابوا داك السيد اللي ذكرت جابوه من طنجه. وقت نعقل قال لي باه كان عنده واحد المحل ديال المجوهرات وديال الذهب وكان معروف هذاك البرهوش، وكان تعرف هذيك خيتي هذيك الويله تعرف معها من خلال ذاك الميدان، تعرف معها وعرضت عليه ديك البنت قالت لي غنجيبها لك وجابتها ليه. بالمقابل تلقى القبض على ديك المراه، تلقى القبض على ديك اللي تقول ان عمه الولد، تلقى القبض على البنت اللي داتها، تلقى القبض على بنتها مولات السياره اللي تتساهم في هذه العمليات. وديك بنتها من اسبانيا كانت هربات لاسبان وبقات روشيرجي. ومن بعد قال لي محسن قال تشدات، هربات البنت لاسبان، تشدات الام والعمه، تشدات البنت الطالبه اللي كان مع صاحبتها اللي عطات لهم كل شيء، ومشاو جابوا هذاك الخينا اللي جابوه من طنجه. هذاك اللي جا عندها تيقول لها دبري شي بنت تدبر، دبري شي بنت تدبر، تمشي دير اللي بغا هذا. وتبين بان هذيك الدار ديال هذيك اللي ساكنه بارتي ديال ديك النصابه الكبيره، دار هذيك هي اللي تعطيها لشي واحد الا بغاها محتاج بها كما عطاتها الاخر تيقول لي محسن قال لك اعترف، قال ما حنا ماشي غير انا تنجي عندها، راه كلشي تيجي عندها تقلب مع البنات، هذه معروفه تدبر على البنات، والبنات اللي بغيتي تدبر عليهم، راه تيجيو عندها ماشي غير من هنايا، تيجيو عندها من سبته من مارتين من قادا، وتيجيو عندها دير اللي بغات. تجار في البشر، تجار في البشر، تجار في بنات العائله بحال هذه. وهناك كثيرين وراه باقين في كاع الدول حتى في المغرب راه باقين.
باقيين شي وحدين تيدوروا وسط الجامعات وبنات كانوا تيقراو ما بقاوش تيقراو، او تدير رسم انها تتقرا وتتقرب من بنات الطالبات في الحفلات، في الاجتماعات، في الاعراس، في النوادي، في الجمعيات، في الدراسه، في كذا بنات تيقلبوا على البنات. انا واحد السيد قال لي واحد النهار واحد الثانويه ما نقولش فين، هي داخليه فيها البنات تينعسوا فيها وداك الشيء وهذا، والبنات اللي تينعسوا في الداخليه شكون هما هاد البنات؟ تيكونوا ما ساكنينش في ديك المدينه، تيكونوا مساكن في النواحي، ودوك البنات ديال النواحي ديال الجبل العروبيه وداك الشيء اللي ما عندهمش يسكنوا تما اغلبيه تيكونوا عفيفات وبنات عائلات مسكينه جايه من مدينه لمدينه وهذا تكون ما عندهم شيء باش يكريو الرسوم باش تيكريو فهذا. وشفت واحد المره كنا خدامين وانا ما كنتش راضي بين هذه القضيه، وكنا في السلطه القضائيه، وواحد السيد كان مكلف فرقه الاخلاق هي ديال الاماكن العموميه ديال لي بار وهذا والمومسات وكذا كنتو تعرفوا اليوم الناس اللي ما تعرفوش نشرح لهم، الناس مكلفين الاماكن العموميه داخلين فيهم هذا الشيء ديال العاهرات والمومسات والحانات ديال الخمر وديال الديسكوتيك، هذه الشرطه خاصه اي قسم خاص. وكان داك السيد واحد السيد كان هو رئيس قسم خاص في هذا الشيء، وكنا خدامين معنا في واحد الحمله، خدام معنا هو يقول تنهضر انا وياه، قال لي دوز حدا ديك الداخليه، لينا داخليه، قال لي هذيك اللي تينعسوا فيها البنات، قال لي كنا بقينا غادي لتما ويقول لي شتي يلاه كاين جوج طوموبيلات هنايا يلاه نمشيو لهم، حنا نوقفوا على الطوموبيل الاولى والطوموبيل الثانيه، نزلنا كلينا اش تديرنا وقف جالس. كان واحد الرجل كبير في العمر قدي، واحد الطوموبيل فيه واحد الشاب، هو ينزل هذاك العميد وبقى تيعاير فهذاك تيقول اسمع لي ماك والله عاود توقفتي هنا واش تنقلي ضربوك والاخر ساكت. وقلت هاد الناس هادو هضر معاهم بجوج حتى واحد فيهم ما قد يقول لي ماشي شغلك وانا جالس هذه بلاد المغرب هذا ونجلس فيما بغيت، عرفتهم بانهم دايرين شي حاجه انه بقى لهم بالسبان وهذا وقال حيدهم هنا وجبت لي قال لي تيتسناو هاد البنات ديال الداخليه. قلت له داك الراجل صاحبي قداش يتسنى؟ قال لي راه كان الطوبيات يوقفوا هنا بزاف. قلت له واش تيديروا بهاد البنات؟ قال لي راه كاينين البنات اللي هما في داخليتهما وتيديروا وسيطات تيبقاو يتوسطوا القواده، تيبقاو يقلبوا على البنات اللي مساكن هذا وتيعطيو من انا بغاك واحد السيد بغا واش تيدبروها مع الفلوس وكذا وسيطات بين الطالبات، وسيطات بين طالبات جامعيات، وسيطات بين في الجمعيات، وسيطات كاينين في هذا وهذا بنات وسيطات اللي تمشي مع المسكينه النيه ديال تتعرف معها تتصاحب معها والاخرى تقاد لها مع شي واحد تتصاوب لها مع شي واحد. كيما قلت لكم واحد النهار بنت تمشي مع بنت، شوفوا البنات، بنت تمشي مع بنت، انت تمشي مع بنت عندها خليل ديالها، الناس تقول لي ما تقول صاحبه على الدراري، المهم عندها خليل ديالها، بنت عندها خليل ديالها وتمشي معها واحد البنت ما عندها لا خليل لا والو، تتقرا معها ولا شي حاجه وكذا ولكن الاخرى عندها، تتولي هذيك باش تصيدها تتقول لها راه جا واحد صاحبه البارح وهضر فيك قال لي شكون هي ديك البنت بغيت تعرف معاك، وقلت لي لا بعد منها هذيك راه داخله سوق راسها تبغي لا تعرفها لا والو، هي دارت لها نقطه في راسها تجي تدوز واحد السيمانه. سولت فيك هذاك البارح كان جا هو وفلان جا وجلسنا وكنت كون غير جيتي جلستي معنا وجا وقال لي هذيك البنت واش سولتي فيها كي دايره لاباس، وقلت لي بعد من البنت نهار حتى تقول لها يلاه نجلسوا معاهم بغيت نقشبوا معاهم فهمتي، خلي نشوف واش غايقول لك. تتزر فتطيح تتولي دارت لها الوسيطه تتولي تعرف هي مع ديك خينا الاخر وكتكون هادو غير نقولوا غير عاديين، ناهيك عندك كلشي الوسيطه بالفلوس تتوسطوا بالفلوس. ها هي وحدين بغا يخدموا بنت عائله، بنت مسكينه تقرا عندها صاحبتها عندها ثقه في صاحبتها، ديك صاحبتها كان الضحيه ديال واحد المشكل ولا حتى هي حريفيه وجروا ديك البنت وهي واقفه مسكينه باش تمشي واحد النهار للجامعه باش تقرا شي، جروها تاوروها تا جا هذاك خينا دري وسيم جميل غادي نخطبك غادي ندير لك غنفعل لك ما تقولش لامك بلاتي ما تقولش هذا حتى زرفوها تخرجوا عليها. هذوك مشاو تكوين عصابه اجراميه ووساطه وتغرير كذا هذا وبزاف ديال عظام الله ذاك الموضوع اللي داروا لهم ومشاو. انا ما عرفتش باش تحكموا دوك الناس تقدموا، ولكن ديك البنت بعض المرات بديت نسول صاحبي محسن تنقول له فين خرجت ديك البنت، تيقول لي اخويا تنشوفها مره دايزه واش تزوجت، تيقول لي يمكن اخو تزوجت ولا تلبس غير الجلابه تتبان لي غير بالجلابه وداك الشيء، والقرايه تقول لي لا ما بقاش تتقرا تتبان لي ما تتقراش لان انا
دارو تدوز على طريقهم، على طريق ديك البنت، على دارهم. تيقول لي تنشوفها مره واتت بها الله اعلم تزوجت، الله اعلم كذا الله اعلم كذا، وما بقاتش كما كانت ديك البنت يا خو شحبات ووجهها ما بقاش هو هذاك كذا كذا. حتى واحد الناس سمعت انا قال لي يا محسن واحد الناس تنهضروا، وكنت انا ديك الساعه في تطوان وجبدنا هذا الموضوع هذا، وقال لي ديك البنيه مسكينه ديك باها توفى مسكينه حانوتهم بقى متزود مده. قلت له والله الا بغيت نمشي نشوف امها ونشوف، ولكن قلت لي ما قديتش صاحبي نوض نعاود نجبد لهم، نعاود نجبدوا ذاك الماضي الخيب نجبدوا. قال لي مسكينات كرفصه داك با مسكين في الاخر كرفاس ما بقاش يعمر الحانوت، سد الحانوت يلا. ها هما مشاو للحبس، خرجوا على بنت وخرجوا على كل شيء ضيعوه. شوف انا تنقول لكم وتنقولها ديما، راه الجريمه تتعادي، راه الجريمه تتعادي. ولدي راك الا مشيتي مع واحد تيكمي وانت ما تتكميش راك تتولي تكمي، راه والله تيصيدك بشي كارو. راه مشيتي شي واحد تيدير المخدرات وانت ما تديرش المخدرات، تبقى تمشي معاه يومين والله تيطلق بالمخدرات. انا مشيت يا بنتي تنهضر مع البنات، انا مشيت يا بنتي مع وحده محيحه راه والله تتولي تحيحي. راه كتكوني بنت الناس وتمشي مع وحده محيحه والله تتولي تنتيا محيحه اكثر منها. علاش واحد المره هضرت ودرت بعض المدارس، هضرت فيهم مدارس مؤسسات تعليميه، وتنقول لهم ابواب مؤسسات تعليميه راه مسرح للجريمه، الباب ديال المدرسه والباب ديال الجامعه راه من تما تخرج المشاكل. ما تمشي لقرايتك حتى تقرب الوقت ديالك عاد سيري قرايتك، من بابكم دخلي للمدرسه ما توقفيش قدام باب المدرسه. راه غيجي ولاد تيدوروا بالبنات ما تيقراو ما والو، تيجي واحد جاب طوموبيل ديال اختو تيبقى يتكسبوا عليهم، تيجي واحد جار غير كلب، واحد جاب تخوتينات اجي ركبي معايا نضربوا بالكدوره. راه تما وتلقى شي بنات خفافات وتدير المكياج قبل الوقت باقا كاع ما وصل على المكياج وديرو وتخرج من غير تفوت دارهم تصابوا وتديروا قدام كاع دوك النوع. تتقول لها امها تقول لها اختي، وبنتها تقول لها اختي، وتلقى هاد البنات هادو قدام تينقزوا قدام باب المدرسه واقفه غير مع الولاد، تمشي مع هادي وتمشي مع هادي، هادوك هما تجي عند شي وحده تقول لها شتي داك الولد اللي تيوقف معايا تضحك معايا، شتي داك صاحبو راه سول فيك، قال لي هذيك البنت واش عندها شي واحد؟ قلت لي لا بعد منها. هكا تيدوزوا لهم تيدكوا لهم البرا ديال داك الشيء هذاك هكا. نتمنى من الله هذه الرساله توصل وهذه الحلقه تعجبكم. نعم كنت قلت لكم غنقول لكم واحد الحلقه مشابهه، ولكن خدانا الوقت بزاف مع هذه الحلقه، وغندير لكم في نص السيمانه الحلقه الثانيه كادو من عندي في نص السيمانه غنديرها لكم. الله يطول عمركم.